بص يا صاحبي، عشان اكون بس صريح معاك، سيبك بقى من الشعارات اللي زي من جد وجد ومن زرع حصد والكلام اللي مش بياكل عيش ده، وتعالى بقى اقولك هي ماشيه ازاي. ما تفتكرش ان في حد هنا هيعلمك حاجه، كله محتفظ بمعلوماته لنفسه. يعني معلش هيقعد يعلمك وتبقى شاطر وبعدين تديله كتف وتاخد مكانه. وكمان هقولك نصيحه لوجه الله، حاول تنزل القيم والمبادئ اللي انت شايلها على كتفك دي عشان تبقى فري كده والدنيا تمشي معاك وتبقى سهله. مبدئيا كده خلي بالك من المدير عشان ده مش سهل وهيبقى قاعد لك على الواحده، والغلطه يا صاحبي بخصم. ما انت بقى زبون جديد، زمايلك بقى هتلاقي فيهم اللي مش بيحبك كده لله في لله، واي حد هيبين لك عكس كده هتلاقيه منافق وبيحاول يتقرب منك عشان يمكن تيجي من وراك اي مصلحه، وهتلاقي واحد تاني مش طايقك وعايز يطفشك. اما بقى انك تترقى في يوم من الايام فدي بقى تشيلها من دماغك خالص عشان كان غيرك اشطر. اللي هيترقوا يا صاحبي معروفين مقدما، الحبايب والقرايب والعصافير، وانت لا حبيب ولا قريب، وانا مرضكش انك تكون عصفوره. لازم تفهم انها ماشيه بالحب. ده غير بقى ان المرتبات هنا تعبانه. شوف انا بقالي قد ايه بقبض ملاليم. ده هنا اللي هو اسمه حقك هتاخده بخلع الضرس، وهنا اللي بيشتغل زي اللي ما بيشتغلش، كلها محصله بعضها عشان بس ما تتعبش نفسك على الفاضي، وفي الاخر هتلاقيك اتساويت بغيرك اللي مقضيها وما بيعملش حاجه. ايوه يا عم هي ماشيه كده. عموما انا كده عملت اللي عليا وربنا بقى يتولاك. هي دي حفله الاستقبال اللي ممكن تتعمل مع اي موظف جديد في اي مكان. كلام مسموم هتسمعه تحت شعار النصيحه. وتعالى اقول لك لما يحصل معاك كده تعمل ايه. ربنا خلق لك عين تشوف بيها وعقل تفكر بيه. اسمع كل الكلام السلبي اللي اتقالك وخليه على جنب، بس اوعى يأثر فيك او يحبطك لانه كلام مغلوط والمقصود بيه تضليلك مش اكتر. ابدأ اتعامل مع كل اللي حواليك وحكم عقلك، شوف تصرفاتهم وردود افعالهم ومع الوقت هتعرف كل حاجه. بلاش تحكم على حاجه انت لسه ما شفتهاش او على ناس انت لسه اصلا ما تعرفهمش. مش مطلوب منك غير انك تكون ملتزم وشخص امين وتكون بتشتغل بضمير. الثلاث حاجات دول هيقفلوا اي باب ممكن اي حد ما عندوش ضمير يدخل لك منه. ومع الوقت كل حاجه هتشوفها بعينيك وعلى حقيقتها. بس انت ركز في شغلك واسال عن اي حاجه مش فاهمها. السؤال مش عيب، سكوتك وقله معرفتك هي العيب. عشان تبدا في اي شغل جديد لازم تعرف ايه اللي مطلوب منك بالظبط، ايه اللي المفروض تعمله وايه الحاجات اللي المفروض ما تعملهاش. حاول على قد ما تقدر تتجنب الشبهات. اعرف حقوقك وواجباتك عشان تبقى عارف ايه اللي ليك وايه اللي عليك. لازم تعرف انك متشاف وان العين عليك، لانك في الاول هتكون في فترة اختبار وفي حد بيقيم ادائك وبيشوف انت هتنفع تكمل ولا لا. لو عندك مشكلة اتكلم فيها مع مديرك لان هو بس اللي ممكن يساعدك. وافتكر ان انت هنا علشان تشتغل مش عشان تعمل علاقات وتضيع وقت في الرغي والحكايات. احترم كل اللي حواليك، الكبير قبل الصغير، لان باحترامك لنفسك هتجبر كل اللي حواليك انهم يحترموك. وعايز اقول لك كلمة وخليك فاكرها، الفرق بين الناجح والفاشل ان واحد يستسلم والتاني يحاول. ولو بعد كل ده مرتحتش يبقى من حقك ما تكملش. مش هي دي نهاية المطاف، بس تكون على الاقل عملت اللي عليك. لو كنت وصلت لحد هنا يبقى انت اكيد بتحب النوع ده من الفيديوهات. اشترك بالقناة وفعل زر الجرس، اكيد هتشوف حاجات تانية تهمك.